السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب جميعا ان شاء الله تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. النهاردة كده هنفرز مع بعض بكول بتتفرز، ايوه بتتفرز زيها زي الخضار بالظبط، وبتتشال في الفريزر، ووقت ما بتحبي تطلعيها بتحطيها في مية سخنة تغلي على النار غلوة مع رشة كمون ورشة سكر. وبرضو هنا احنا بننقعها في سكر كمان علشان ده بيمنع الغازات للناس اللي تعبانة بالقولون وبتحب تاكل بكول. النهارده انا كان عندي كيلو من اللوبيا البلدي اللي هي في الكيس دي لوبيا بلدي. وكان عندي نص كيلو من الكياس اللي هي المغلفة دي. فانا حبيت ان انا اعمل كل نوع لوحده علشان في التسوية بيبقى ده بياخد تسوية عن ده، يعني اللوبيا البلدي بتاخد تسوية شوية عن اللوبيا المستوردة. وهنا كان عندي كمان بسلة، والبسلة دي برضو نوع ناشف، مش البسلة طبعا الخضراء اللي في السوق. دي بسلة ناشفة بتتباع برضو في المحلات اللي هي العلافة، وحلوة جدا لانهم بيشيلوها في اوانها فبتبقى مسكرة وحلوة. جربوها هتلاقوها حلوة، لو لقيتوها في محلات العلافة هاتوها واعملوها اطبخوها زيها زي البسلة الخضراء، وتحطي عليها جزر عادي وتطبخيها عادي، طعمها بيبقى حلو جدا جدا. انا هنا معايا الكيلو اللي هي اللوبيا البلدي، حطيتها في البوله دي لوحدها لاني هنقع دي لوحدها وهنقع دي لوحدها، علشان دي لما بتيجي تستوي بالصلصه بتاخد تسويه شويه اللي هي البلدي. تمام. حطيت بقى عليها ميه سخنه من الكتل، وحطيت عليها معلقه من السكر. تمام. وهنا برضو هحط عليها ده الكيس اللي هو العالمية، ده اللي هو المستوردة. دي برضو هحط عليها بمية سخنة كده من الكتل، وهحط لها معلقة من السكر. معلقة السكر دي بتساعد على طرد الغازات اللي موجودة في اي بكول للناس اللي بتتعب من البكول، اللي هم مرضى القولون وكده، لان في ناس بتحب تاكل اللوبيا وتخاف منها علشان بتعمل لهم انتفاخ، فمعلقة السكر دي بتتفادى. بصوا دي بقى البسلة اللي هي الناشفة بتيجي كده، بتكون ناشفة كده جدا زيها زي اللوبيا وزيها زي الفاصوليا اللي هي اللي بتكون طويلة شوية دي. فدي برضو بتنقعيها في مية سخنة، ولازم كده تنقعيها قبلها ب6 ساعات على الأقل، ده أقل حاجة. وممكن تنقعها من بالليل للصبح. برضو حطيت لها مية سخنة وحطيت لها معلقة من السكر، وهسيبهم. أنا سبتهم قد إيه؟ أنا سبتهم كان الكلام ده الساعة حوالي 6 المغرب، سبتهم من 6 المغرب لغاية 12 بالليل. بعد الساعة 12 بالليل بقى هوريكم شكلهم تضاعف طبعا كميتهم، ولون البسلة اتغير بقى، رجعت للونها اللي هو الأخضر الطبيعي. وهنبتدي بقى ان احنا نشطفهم وكده ونشوف مع بعض. بصوا انا بوريكم الفرق ما بين اللوبيا دي واللوبيا دي لون العين بتاعتها بتكون يعني سودة شوية، يعني بتكون غامقة شوية. المستوردة التانية بتكون بني كده، على ما اظن بتكون بني. بس اللي انا لاحظته ان اللوبيا اللي هي اللي في البولة البامبي اللي هي البلدي بتاخد تسوية وبتغيب شوية في النار، غير اللوبيا التانية. يعني حتى لما بتيجي توديها غلوة على النار تقلي عليها شوية في السلقة علشان بتاخد سوا. بصوا ده كده يعني انا بوريكم شكلها، يعني الاختلاف، وهي في الاخر لوبيا. يعني انا بصراحة بحب اللوبيا جدا على الرز، وولادي كمان بيحبوها. فهنسيبهم بقى كده، انا سبتهم 6 ساعات، وبعد 6 ساعات هوريكم بقى شكلهم. بصوا هنا بقى بعد ما حجمها تضاعف شربت المية كمان اللي موجودة فيها، يعني اللوبيا هنا شربت المية خالص. وبصوا بقى لون البسلة رجع للون اللي هو الأخضر الطبيعي اللي احنا متعودين عليه. بصوا لونها حلو على فكرة يا جماعة جدا. البسلة الناشفة دي لو لقيتيها في محل علفة بتشتري منه، اشتري منها، جربي في ربع كيلو. والربع كيلو على فكرة بيرمي كمية، ده نص كيلو، الربع كيلو بيرمي كمية يعني حلوة والله جدا جدا. ببتدي بقى بعمل ايه هنا؟ بشطفها تحت الحنفية وبحطها في مصفى. انا شطفتها وحطيتها في المصفى، ولازم تتصفى كويس جدا جدا علشان ما يبقاش فيها مية وتعمل تلج لما تيجي تتفرز. تمام. طب انت هتفرزيها دلوقتي هتطلعيها تطبخيها على طول؟ لا طبعا مش هطبخها على طول. في فيديو انا كنت منزلاه في اول رمضان، كنت عامله لوبيا وكنت عامله صينيه خضار مشكل، حطوا لكم برضو كده في نهايه الفيديو. بطلعها من الفريزر، بحطها في ميه سخنه، واحط لها رشه كمون ورشه سكر، واسيبها تغلي على النار غلوتين 3. تمام. انا هنا ما كانش عندي بقى اكياس حفظ، كان مش موجود. فكان عندي اكياس نضيفه كنت جايبه فيها، يعني جايبه فيها حاجات آه، مش اكل، يعني كنت جايبه فيها ملح وحاجات توابل وكده، ففضيتهم وعبيت فيهم.
تمام. عبيت فيهم بقى ايه اللوبيا اللي هي البلدي دي، وكان عندي العلب دي، كنت شارية العلب دي، فاخدت العلب عبيت فيها اللوبيا اللي هي التانية دي المستوردة، وعبيت البسلة، وهدخلهم الفريزر. تمام. هدخلهم بقى الفريزر، ووقت ما احب اطلع بقى مثلا الكيس كده ده على طبخة. يعني مثلا انا هعمل قد ايه، هعمل مثلا كيس واحد على طبخة، او هعمل العلبتين دول مثلا في طبخة، لان انا عندي بيعشقوا اللوبيا. والبسلة برضو هعملها على طبخة او طبختين على حسب يعني. فحلوة جدا، وبتتفادي بقى موضوع ان هي تسوس منك، لان طبعا في ناس بتقولك انا بحطها بره التلاجة بتسوس مني، فكده انت بتتفادي ان هي تسوس منك، وفي نفس الوقت ايه بتستغليها، يعني ان هي ايه تبقى سهلة معاكي على العمايل على طول، وبتبقي منقياها بقى ومتشالة في الفريزر، حاجة كده ايه يعني للاستعمال بسرعة، وبتبقى حلوة. ولو انت عايزة بقى تشيليها زي ما هي حبوب، حطيها في درج التلاجة، تقعد معاكي عادي بالسنة، يعني ممكن تاخديها زي ما هي حبوب كده وتشيليها في درج التلاجة. بس انا بعمل الخطوات دي عشان بتسهل عليا موضوع ان انا بقى يعني اقعد انضفها والكلام ده كله، لان طبعا كل ده بيتعاد عليه، حتى لو اكياس مغلفة انا بعيد عليها تاني. وبتبقى سهلة معاكي بقى ان انتي بتطبخيها، يعني تحطيها في مية سخنة تاخد غلوة على النار، وتطبخيها بقى على طول في الصلصة. تمام. يعني الموضوع بيبقى حلو، وتبقى حاجات طبعا موجودة في بيتك خيرات، اي حاجة في البيت خيرات. شكرا جدا، والسلام عليكم.